كل مكان. يمكن انا هطلق عليها المراه الحديديه دكتوره امل على المجهود. دكتوره امل السيسي، عرفينا بنفسك وعرف نفسك بالناس. دكتوره امل، انا اسمي دكتوره امل السيسي، استاذ طب الاطفال جامعه القاهره في ابو الريش، وانا رئيس سابق في نادي روتري التحرير ورئيس مشروع عيون مصر اللي بيشترك فيه 30 نادي من نادي روتري من المنطقه 2451 اللي هي مصر. الروتري زي ما انتم عارفين ده جمعيه خيريه مسجله في التضامن، بتعمل اعمال خيريه لمساعده اخواتنا في مصر. في جميع المجالات ولا العيون فقط؟ لا، في كل المجالات، ومش بس في الطب، في التعليم وفي الميه وفي البيئه وفي سيدات المعيلات وفي التشغيل وفي التدريب، في كل حاجه تنفع بلدنا، لان بلدنا مش هتقوم من الحكومه لوحدها، لابد من توافر وتضافر كل القوة والمجتمع المدني والأفراد والقطاع الخاص. مفيش إيد بتسقف لوحدها، لازم الناس كلها تشتغل مع بعض، تشتغل بقلب وبقوة وبإخلاص. هو ده الطريق للتقدم. وعلى فكرة ده مش في مصر بس، يعني أنا لو أقول لحضرتك إن أكبر جامعة في العالم اللي هي جامعة هارفارد 60% من دخلها قائم على التبرعات والناس اللي بتساعد عشان يقدروا يعلموا كويس ويطلعوا العلماء ويتقدموا الى الامام. يا دكتوره امل السيسي، بما انك هنا شايف الفرحه في عينيك وشايف الابتسامه الحلوه اللي ما بتفرقيش شيء، شفتي الناس وشفتي عذاب الناس والدنيا كده، كان احساسك ايه لما الانسان بيخش تعبان مريض بيطلع شافي وربنا شافيه وعافيه، ويمكن انت وباقي الطاقم اللي معاكي عمل اساسي ربنا بعتهم ليه؟ والله انا مبسوطه جدا وسعيده جدا، واحنا عملنا مجهود كبير على اننا يجوا زملائنا من روتاريين من امريكا وكندا عشان ندي خدمه متميزه. عشان القافله في من امريكان وكنديين، في 18 واحد من امريكا وكندا، منهم اطباء ومنهم اخصائيين ومنهم من يساعدوا في التنظيم، بيعملوا الكشف وجايبين متبرعين بنظارات، جزء منها هم جايبينه معاهم وجزء منها النظارات جزء منها جاهز على طول ياخد المقاس ياخدها، وجزء منها غير متوفر الجاهز فبنعمل له المقاس وبيجي يستلمها بعد كده. بعد فتره، لان احنا 4000 نظاره مستحيل تاني يوم، فهو احنا متعهدين. حالات كتيره يا دكتوره عمل في اليوم طبعا احنا تقريبا يعني مش اقل من 600 700 حاله في اليوم، بنظارات بعمليات بيضاء لا، العمليات عملنا 80 حاله، والنظارات عملنا 1000 نظاره، والكشف عملنا 2000 كشف في سوهاج، وكذلك في اسيوط. يا ست ما ينفعش كده، معلش عملت كده. بتشتغل هنا، ما اعرفش بتشتغل هنا وتعمل دوشه كده. واقف ليه عندك؟ دخلت ولا لسه؟ طب ماشي مش هتلحق زي بعض ان شاء الله. كمل يا دكتوره، معاك الدكتوره امل السيسي. فالمهم يعني ان احنا بنحاول نساعد اهالينا على قد ما نقدر. الزحام شديد جدا جدا، ولذلك انا جاي من بره. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظ مصر اولا واخيرا بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله. الناس بره بتقول يا ريت القافله تقعد. بدات في ناس كثيره يعني ما فيش امكانيات معاها دكتور امل، وجات هنا وبتشكر فيكم وبتشكر في اللي انتم بتعملوه واللي انتم بتدوه لهم بعد ما بيخلص الكشف. حاجه جميله جدا. والناس بره اقسم بالله انا بره الناس بتقول يا ريت الناس القافله تقعد اسبوع. احنا معانا الخواجات ومرتبطين، ورحنا اسيوط وسوهاج والاقصر، فبنحاول نبذل قصارى جهدنا. لكن القوافل لا تنقطع. في قافله تانية جايه بعد شهرين 3، وفي قافله كانت في مارس اللي فات. أيوة، فلا ينقطع. القوافل بيعملها جهات كثيره جدا. الحكومه بتعمل قوافل، القطاع الخاص بيعمل قوافل، المجتمع المدني بيعمل قوافل، الاطباء حتى على المستوى الفردي بيحاولوا يساعدوا هؤلاء. فاحنا بنحاول نساعدهم على قد ما نقدر. المشكله في مصر الاعداد. الاعداد كبيره جدا فوق طاقه كل هذه الجهود، ومع ذلك نحن مش هنزهق، مش بنيأس. لا نستمر وسنستمر.
تحب تقولي لشعب سوهاج الطيب الكريم انت اول زيارتك فيها سوهاج؟ لا ازاي، انا باجي سوهاج من 15 سنه. 15 سنة. باجي كنت الجامعه بنشتغل في مجال قلب الاطفال، بنعمل اساطر للاطفال برضو، وبيبقى عندنا برضو زحام وكده، لان سوهاج الخدمات المتقدمه كانتش متوفره فعلا، في سوهاج. فعلا، الحمد فعلا. لله دلوقتي عندنا كل حاجه في يمكن سوهاج. شفت الكباري والطرق هنا والبنيه التحتيه. كل حاجة اتقدمت حتى في المجال الطبي بقى. في الجامعة في أساتذة على أعلى مستوى، في المعاهد المتخصصة تبع وزارة الصحة في أساتذة على أعلى مستوى في كافة التخصصات. فأنا بقول شعب سوهاج اطمئنوا، لا يعني ما تقلقوش، ما تنزعجوش، الخدمه هتجيلكم، يعني الخير كتير. انا بقول لهم الخير كتير. دكتور امل السيسي طبعا يمكن انا قلت لك انت المراه الحديديه هنا. هو عايزك تقولي كلمه لشعب مصر ب 11/11 ان شاء الله. ربنا يحفظ مصر ان شاء الله، ويا رب تكون مصر كانت يعني ارض المحبه وارض السلام على مستوى يعني الارض. انا شخصيا مش مقتنعه خالص لان مفيش حاجه خالص ان شاء الله. انا حاسه ان احنا كل ما بنقول الرقم نديله اهميه على الفاضي. يعني انا ولا على بالي تماما. ويعني انا لفيت العالم كله، انا لسه راجعه من بره. مش عايزه اقول لحضرتك ان في المانيا ممنوع يشتري اكتر من نص كيلو زيت. الحاجه الخاصه نص كيلو زيت. مفيش زيت، مفيش تموين. البنزين ممنوع يملى العربية أكتر من ربع العربية. مفيش بنزين، مفيش تدفئة. الأسعار اتضربت في 4 في أوروبا. ألمانيا وفرنسا احنا عندنا مثلا، يعني أنا بشبه اللي بيحصل الأيام دي بكارثة عالمية، زي مثلا حصل الطاعون، حصل الجدري في العالم، حصلت الكوليرا، حصلت الكوفيد. دي كارثة عالمية اقتصادية المرة دي ستمر. هتروح زيها زي كورونا وزي زيها زي كل المصايب بتيجي عشان تروح مش عشان تقعد. طب عايزك دكتورة أمل الخبيرة الاستراتيجية بتاعتنا هنا في مصر تقولي كلمة للقيادات العليا في مصر، تقولي لهم ايه في اليوم ده؟ اقول لهم الله يكون في عونكم، الحمل تقيل والهم كبير، لكن ان شاء الله انتوا قد المسؤولية وقدها وزيادة، وربنا يعينكم. دكتورة أمل السيسي احنا بنشكرك في قافلة عيون مصر هنا، وبنقول لك تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا عيون مصر، تحيا عيون مصر.